هاي ليكيب مرحبا بكم في فيديو جديد. كما يقال عدنا والعود أحمد. واليوم راح نجاوب على أكثر سؤال راه مطروح هذو اليامات اللي هو أشكو الروجي اللي بان خداع ولا ماشي خداع. الروجي اللي الاسم تاعو الحقيقي اللي هو فيصل بودوح ولا بودوه ولا ما بالي، اللي زايد في بير توتا في الجزائر العاصمة. مهنته الحالية بائع قلب اللوز، وندوزو لأول مرحلة للتحقيق وراء الروجي. المرحلة الأولى واللي هي المظهر الخارجي. هل الوجه يحتوي على ندوب؟ نورمالمون ولا لا؟ دوكا تقول لي على هذا السؤال. عزيزي المشاهد، هذا البنادم يبان خداع ولا لا؟ عنده ندوب في وجهه ولا لا؟ ما لا خلاص، الندوب اللي ما يعرفهاش هي لي زيكاتريس. السؤال الثاني، هل لدى الروجي إحدى من قصات الشعر الظاهرة لنا في الشاشة؟ نورمالمون كذلك لا. والسؤال الثالث، هل يرتدي المتهم إحدى من ملابس الخداعين؟ والجواب لا عزيزي المشاهد. كابابل المظهر الخارجي أثر في التقييم ولا مش راح يأثر؟ اسمع كمل الفيديو التالي باش تعرف معنى اسكو روجي خداع ولا مش خداع. ننتقل عزيزي المشاهد إلى فاصل إعلاني، سنعود بعد قليل. هل تعاني من السمنة المفرطة عزيزي المشاهد كيما راكليطا؟ خذ لك زيت لا نزعق ليك وراكليطا ما تزعفش علينا، ولي سبونسور يرحماتكم ديروا لنا شويه اعلانات. عدنا. في المرحلة الأولى استطاع المتهم أن يمر بكل الاختبارات، لكن هذا ما يدوش على أنه ماشي خداع كما قلت لكم قبل الإعلان. الاختبار الثاني والذي سيحدد لنا هل الرجل خداع ولا مش خداع. الاختبار الثاني، التصرفات والنظرات. والآن عزيزي المشاهد نديروا الفار ونرجعوا إلى الفيديو الأصلي. يعني اللي تعرفهم جدد يقولوا لك تبان خداع. بان خداع انا يا اخي، بان خداع الروجي. انا ما بنتليش خداع. لا عزيز. هل في الفيديو الأصلي هنالك نظرات وتصرفات تدل على أنه مريب يدرى قاموس اللغة العربية؟ بالنسبة لي الروجي أنا باني خداع وما على باليش. ثم وش بالكم؟ وبعد يامات من هذا الفيديو خرج الصحفي بتصريح. نشاهد الفيديو ونعود إليكم. انا والجورناليست اللي سجلت مع هذاك اللي قال لي نبان خداع الروجي، بزاف راهم يبعثوا لي ويعيطوا لي في التليفون يقولوا لي يا خو لو كان قلت له تبان خداع زعما يخدعك بدماغ، ماشي يخدع السيد باين بلي وليد فاميليا في وجهه وناس مناح، هضر يعني شغل بعفويه. هذا ما كان سيد عاقل. انا والله ما بان لي خداع انا ما بان ليش خداع. جات هكا قلت له كيفاش تبان لهم اول مره كي يشوفوك؟ قال لي نبان لهم خداع. والله غريب بان في أول حاجة نلاحظوها بعد مشاهدتنا للفيديو أن الصحفي مش روجي، وهذه أول خدعة خدعنا بها فيصل. وبعد البحث العميق صدق باللي فيصل دار رياكشن على هذا الفيديو وكانت تصرفاته كالتالي، ولكن في الآخر اتضح لنا باللي رشاد حجرة في يده وكأنه يهدد الصحفي. ودروك واش راح يضمن لنا انه ما كانش راح يخدع الصحفي لو كان ما قالوش انت ماشي خداع، ولا لو كان قالو انت خداع. حاليا رانا مخدوعين من عند فيصل زوج خطرات، ومع الموجة هذه استغل فيصل الفرصة وفتح محل قلب اللوز ولا يروج له من خلال تيك توك. خمسة واحد الناس وانا مع الروجي اوفيسيال. فيكم الروجي اوفيسيال هذا باينه. واش يضمن لي عزيزي المشاهد انه لو كان نروح نشري من عنده قلب اللوز مش راح يخدعني براكليطه؟ مانيش على راكليطه، هذاك راكليطه اللي رفتو بها قلب اللوز. نورمالمون راكم فهمتوني. عزيزي المشاهد، تحت اطار السيريو الروجي دار مشروع، ربي يوفقه في المشروع تاعو. والان واخيرا سنجاوب على السؤال اللي طرحناه في اول حلقه، هل الروجي اللي يبان خداع ولا يبان خداع برك؟ وبعد التحليلات الكثيره وبكل صراحه انا ما بانليش خداع. وهذا كان فيديونا لنهار اليوم، نتمنى ان يكون عندي حسن ظنكم بيا، وهذا ما كان.